الوصفات اللي لما بنعملها بنقول اسفين للكوليسترول. احلى واجمل اكله ممكن تتكلموا عنها هي الممبار. يلا نعمل اجمل خلطه ني في ني للممبار. بنزل بالرز، بصل، شبت، بقدونس، كزبره، ملح وفلفل، جوز الطيب، 7 بهارات، بابريكا. واهم حاجه بعد كل ده تنزلي بالزيت وتلميهم كده مع بعض، تديهم مساج. وبعد كده ننزل بالصلصه وشويه سمنه بقى زي ما قلت لكم عذرا للكوليسترول. وهنا بقى كنت بحشي الممبار. فعلا انا مش عارفه اعلمكم ازاي تحشوا ممبار لاني انا بحشيه بسرعه جدا جدا. ماما بقى هي اللي معلماني، ربنا يخليها لي. واهم حاجه وانتوا بتحشوا الممبار نصيحه، ما تملوش الممبار قوي، لازم ما يكونش اوفر فيلينج علشان ما يفتحش في قلب الميه ويبقى في رز كتير في قلب الميه والممبار ما تلاقيهوش. وبعد كده نحط ميه تغلي على النار فيها ملح وفلفل ورق لورا وحبهان. وبعد كده اول ما تغلي تنزلي بالممبار واحده واحده، ما تنزليش كله مره واحده. وبعد ما الممبار يتسلق حاولي تطلعيه على مصفى عشان يصفي كل الميه اللي فيه قبل التحمير. ممكن تحمريه في زيت، في سمنه، زي ما انت عايزه. وعلى فكره ممكن برضو تشيليه في اكياس في الفريزر وتطلعيه يبقى جاهز على التحمير على طول. بليز ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا باي باي.